السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من كورس أدوبي إنديزاين 2023. النهاردة إن شاء الله هنتعرف إزاي نتعامل مع الصفحات بتاعة البروجكت بتاعنا، إذا كان كتاب أو فلاير أو مجلة أو غيرها. فإحنا عشان نتعامل مع الصفحات دي عندنا هنا في حاجة اسمها بيدجز. لو ما لقيناهاش هنا بنخش على قائمة ويندو وبنلاقيها هنا بالشكل ده، أو F12 من لفة المفاتيح بتظهر لنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وقائمة بيدجز مقسمة لقسمين. القسم الأول اللي قدامنا ده اللي هو البارن أو الماستر بيج، واللي تحته ده اللي هو الصفحات بتاعتنا بتاعة البروشور أو الكتاب. فاحنا النهارده إن شاء الله هنتكلم عن الجزء اللي تحت ده. طبعا احنا زي ما احنا شايفين في هنا صفحة، وتحت خالص في صفحة واحدة، وفي الوسط هنا في صفحتين مقابلين لبعض. تعرفنا المرة اللي فاتت لما احنا نحب نخلي صفحتين مقابلين لبعض في حاجة هنا اسمها فيسنج بيج، واحنا بنعمل لسه الملف. لكن من قائمة بروبرتيز لو انت عايز تخليهم منفردين بتشيل العلامة دي خالص، بتجيلك بالشكل ده تسلسل تحت بعضها. لو عايزهم صفحة مقابل صفحة بتعمل فيسنج بيج عشان تبقى معاك بالشكل اللي انت شايفه ده. وبتقدر من خلال المسطرة ان انت تحرك الصفحات كده وتشوف انت عايز اي صفحة فيهم. ولو عايز صفحة معينة ممكن تيجي عليها هنا مثلا على الصفحة دي، تضغط عليها ضغطتين تبدأ تبان معاك كده. لكن انت مش باينة معاك كده عشان احنا عاملين زوم ان كده. لو احنا حبينا مثلا نكبر كده، احنا على الصفحه دي وحبينا نيجي على الصفحه دي نضغط عليها ضغطتين بيجيبها لي على طول. حبيت تيجي على الصفحه الاخيره ضغطتين بتيجي عليها على طول. بتسهل عليك التحرك بين الصفحات وبعضها. ولو جينا بصينا تحت هنا هنلاقي مكتوب هنا 8 بادجز ان 5 سبريدز، 8 صفحات في 5 سبريدز. السبريدز اللي هو صفحتين المقابلين لبعض دول بيتسموا سبريد، اما الصفحه لوحدها دي بتسمى بيدجز. لو حبينا نحذف صفحه من دول بنيجي عليها كده ضغطه واحده هنا كده، وبنيجي هنا على السله دي ونعمل ديليت. لو لاحظنا هنلاقيهم بقوا 7 صفحات زي ما انتم شايفين. نعمل كنترول زد نرجع الصفحه تاني. تمام. عايز تحدد صفحه ديت مثلا والصفحه دي والصفحه دي، ده بيبقى بالكنترول. تضغط على واحده منهم والكنترول تضغط هنا، وعايز الصفحه دي كمان بتختار الصفحات اللي انت عايزها بالظبط وبتيجي على ديليت وبتشيلهم. يبقى انت كده حذفت الصفحات اللي انت عايزها. نعمل كنترول زد تاني. لو حبيت بقى تنشط المجموعه دي كلها مع بعضها بتضغط هنا، تيجي بالشيفت تيجي هنا ضغطه واحده بتنشط لك المجموعه كلها، وتقدر من هنا ان انت تعمل ديليت. طيب انا حبيت ان انا ازود صفحه في مكان معين، انشط على المكان المعين اللي انا عايز احط فيه الصفحه، واجي هنا تحت في علامه الزائد دي اللي هي كرييت نيو بيج، واضغط كده يبدا يجيب لي الصفحه بعدها على طول. لو انا عايزها هنا نعمل تراجع كده. لو انا عايز الصفحه هنا مكان دي ودي تيجي هنا، باجي على دي اضغط عليها وتيجي بعدها على طول الصفحه، فتيجي هنا دي كده الصفحه اهي البيضه اللي احنا ضفناها دلوقتي. عايز اشيلها بضغط هنا ديليت. خلاص تمام. طيب انا لو عايز ازود اكتر من صفحه، يعني مش هزود صفحه كل شويه، هعمل كده اضغط كده اهي وازود معايا صفحات. انا عايز عدد معين وفي مكان معين. باجي هنا فوق صغر شويه كده نشوف. باجي هنا على الشرط دي واضغط عليها، واجي هنا على اول اختيار اسمه انسيرت بيجز، بيظهر لي الشكل ده اللي هو انسيرت بيجز، وبيجي يقول لي انت عايز كام صفحه كام صفحه. بقول له مثلا عايز 5 صفحات، وبعد كده بيقول لي انسيرت يعني ادراج. فين بقى هتحطهم فين وبعد ايه؟ يعني هنا ده رقم 3. لو ضغطنا هنا على السهم ده هيجيب لك ال8 صفحات بس اللي انت حاططهم في البروجكت بتاعك او التصميم بتاعك. عندنا 8 صفحات انا عايزها عند رقم 5. طيب عايز عند رقم 5 قبل رقم 5 ولا بعد رقم 5؟ بقول لك افتر بيج ولا بيفور بيج. افتر بيج يعني بعد الصفحه رقم 5، ولا بيفور بيج بعد الصفحه رقم 5. والاختيار اللي بعده ات ستارت دوكيمنت يعني في اول الدوكيمنت بتاعتك اول البروجكت بتاعك خالص، ولا ات اند بروجكت بعد الصفحه رقم 8 خالص في اخر الشغل بتاعك. نجرب كده مع بعض. اول اختيار ونقول اوكي، تبص تلاقيه جالك ايه بعد رقم 5. ده رقم 5 وجاء بعدها حط لك ال5 صفحات. طيب نعمل كنترول زد ونرجع تاني على انسيرت بيج، ونيجي هنا نحط ال5 صفحات بتوعنا. ونيجي هنا طبعا احنا اخترنا الاختيار الاولاني اول مره، وده طبعا العكس بتاعه. نيجي نختار بقى ات ستارت دوكيمنت، يا اما فوق خالص في بدايه البروجكت بتاعك او الدوكيمنت بتاعك، ولا في نهايه الدوكيمنت. خلينا مثلا في نهايه الدوكيمنت ات اند اوف دوكيمنت، واقول اوكي. هاجي ابص تحت كده بعد نهايه الدوكيمنت ده، طبعا دي اخر صفحه في الشغل بتاعي. وبص الاقيه جاب لي ال5 صفحات زي ما انتم شايفين كده اهم، 1 2 3 4 5. تمام. نعمل كنترول زد تاني. طيب انا لو حبيت ان انا احط صفحه مكان صفحه، يعني حبيت اخد الصفحه دي واحطها مثلا هنا، بجيبها كده بضغط عليها بيتحول معايا الماوس زي ما انتم شايفين، وبسحب وباجي عليه كده
لو بصيتوا هتلاقوا في خط اسود كده هنا، هو الخط الاسود ده معناه انه هيبدا من هنا من الشمال يحطها، هتحط كده يبدا ان هو يبدل لي ديت مكان دي كنترول زد تاني. طيب انا عايز احط الصفحه دي في المكان ده، تمام؟ لو حطيتها هنا هنشوف هيحصل ايه. هنيجي كده ناخدها ونيجي هنا هنلاقي في خط هنا كده ابيض طلع كده بالشكل ده. لو سيبنا هنا كده هتبص تلاقي دي جت مكان دي. طيب انا لو عندي يعني بيدجز كتير اكتر من العدد اللي موجود ده، يعني عدد كبير مثلا 500 600 ورقه، فانا مش هسحب ورقه واحطها مكان ورقه واحده كده. هنيجي على الشرط دي ونختار حاجه اسمها موف بيدجز، هيظهر لنا الشكل اللي احنا شايفينه ده. يقول لك الصفحات اللي انت عايز تحركها دي، طبعا هو جاب لي 7 و6 ليه؟ ان انا منشط عليهم عامل عليهم سيلكت. فانت عايز تحركهم توديهم فين؟ انا مثلا عايزهم بعد رقم 8، يعني اخر حاجه خالص. هنيجي هنا كده يقول لك افتر، يعني بعد رقم 8 ولا بيفور قبل رقم 8؟ هتقول له افتر، هتقول افتر تقول له اوكي، هتبص تلاقيهم جم بعد رقم 8. دي كانت رقم 8 وكانت هنا، اتحركت هنا وجول 2 بعد. انت من خلال الحركه دي تقدر ان انت تتحرك في اي مكان. لو انت عندك مثلا كتير جدا صفحات، فتقدر من خلال المربع ده ان انت تتحرك في المكان اللي انت عايزه، لان هو بيدي لك هنا كده عدد الصفحات كلها بالارقام بتاعتها في المكان ده. طيب انا عايز اوصل لاي صفحه من دول بسهوله. انا عايز مثلا الصفحه رقم 6 دي، عايز اوصل لها بسهوله، وانا هنا كده بضغط ضغطتين بتبدا ان انت توصل لها بالسهوله دي. طب انا لو عندي بقى كميه برضو صفحات كتير، هاجي همشي كده وانزل تحت وابدا ادور كده على الصفحه واضغط عليها ضغطتين. لا، في عندي هنا تحت في الجزء اللي تحت ده لو بصينا كده هنلاقيه جايب لي كل الصفحات بتاعتي هنا بالشكل ده، تمام؟ ابدا ان انا عايز مثلا رقم 1، اضغط على رقم 1 بالشكل ده كده وادوس انتر من لوحه المفاتيح يجيب لي رقم 1. عايز رقم 6، بضغط كده 6 واضغط انتر يجيب لي رقم 6. فبتسهل عليا الانتقال بين الصفحات وبعضها. طيب هل في حاجة تانية تقدر ان هي تخليني اتحرك بين الصفحات وبعضها بسهولة عن كده؟ ايه طبعا. لو دخلنا على قائمة لي اوت وجينا تحت هنا كده بصينا هنبص هنلاقي في حاجة اسمها جو تو باج او كنترول جي من لوحة المفاتيح. بتضغط عليها بيقول لك انت عايز الصفحة رقم كام؟ اقول له مثلا 2، اقول له اوكي، يبدأ يجي لي على رقم 2. عايز ترجع تاني بتقول له جو باك، ويبدا يرجع لك للصفحه اللي انت كنت عليها. طيب تمام. الحاجات اللي موجوده هنا دي كلها موجوده هنا في قائمه لي اوت، برضه هتلاقيها ايه؟ فيرست باج، هتلاقي فيرست باج هنا. بس انت ممكن تجيب من هنا ضغطتين تجيب الايه؟ الصفحه الاولى او تجيب الصفحه الاخيره كده، تمام؟ طيب لو حابين ان احنا نكبر شويه البريفيو اللي قدامنا ده او السامبليل اللي قدامنا، الصوره المصغره بتاعه التصميمات دي عشان نشوفها، عشان تريحنا شويه ان احنا نوصل للحاجه اللي احنا عايزينها، خش برضو من هنا على الشرط دي وبتنزل تحت هنا في حاجه اسمها بانل اوبشن. لو ضغطت عليها بيجي لك اول اختيار هنا اسمه بادجز، اللي هو السايز بتاع السامبنيل او السايز بتاع الصوره المصغره. لو ضغطنا كده هنا بيقول لك اكسترا هيوز، ممكن ان احنا نصغرها شويه نخليها سمول، نقول اوكي، بص تلاقيها بالشكل ده. وممكن ان احنا برضو من نفس الاختيار بانل اوبشنز نخش هنا نجيبها مثلا جامبو اللي هو اكبر حاجه خالص، اوكي، نجيب لك الصوره المصغره بشكل كبير بحيث ان انت تعرف الصفحه دي بتاعت ايه والصفحه دي بتاعت ايه. وطبعا البرنامج مرقم لك الارقام اهيت بتاعت الصفحات، صفحه رقم كذا صفحه رقم كذا بالشكل اللي انت شايفه ده. لما تحب تعمل نسخه تانية من الصفحه دي، يعني عايز تعمل منها نسخه بنفس الشكل بتاعها بنفس اللي جواها، بتضغط عليها كده وبتضغط على الت وتسحب وبتيجي مثلا هنا كده. لو جيت كده هتبص تلاقي لو شلت ايدي من على الالت هتلاقي حرف البلس او الزائد يروح ويجي، بشيل ايدي واحط ايدي زي ما انتم شايفين كده، يبدا ان هو ينسخ لك نسخه منها كده بالشكل ده. هو نسخ لك نسخه تحت خالص اهيت بالشكل ده. طب احنا عايزينها في مكان معين، بضغط عليها وبسحب وبالالت كده وباجي هنا كده. اول ما باجي هنا بيجي الخط اللي انتم شايفينه ده، بسيب تجيبها لك نسخه ثانيه. عايز اجيب نسخه من دي فوق، بضغط عليها وبسحب وبمشي هنا. اول ما يجي الخط ده كده بضغط على الت زي ما انتم شايفين كده وابدا اسيبها هنا بالشكل ده. يبقى عمل لي منها اكتر من نسخه. لو بصينا حتى تحت هنلاقيهم بقوا 10 صفحات او 10 بيتشز، يبقى هو زود معايا زي ما احنا اتكلمنا. عايز اصغر شويه الثامبنيل دي عشان اشوف، اضغط هنا كده وباجي على بانل اوبشنز وبخليه مثلا لارج واقول اوكي. بدات الصفحات كلها تبان قدامي اهيت بالشكل اللي انتم شايفين.
عايز اخلي بقى الصفحات فيس تو فيس او فيسنج بيج، باجي هنا اعلم على الاختيار ده، هيبدا يجيبهم لي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ولو الشكل اللي احنا عاملينه ده مش عاجبنا مثلا، يعني اللي هو العرض اللي قدامنا ده، عرض الصور بتاعه البروجكت بتاعنا مش عاجبانا، ممكن نخش هنا برضو ونيجي على نيو بادجز، وهنا طريقه العرض. احنا طبعا عارضين فيرتيكال بشكل راسي كده، لو جينا وعملنا هوريزونتال تبص تلاقيه جاب لك بالشكل اللي انت شايفه ده، تمام، لكن ما بيبقاش مريح شويه للي بيشتغل. فاحنا هنرجعها تاني، نيجي هنا على فيو تاني ونضغط فيرتيكال، وبكده يبقى احنا النهارده اتعرفنا ازاي ان احنا نتعامل مع الصفحات في برنامج انديزاين. ولو حسيت ان انت استفدت اي حاجه، ما تبخلش علينا من اللايك او كومنت تشجيعي، واعمل شير لاصحابك اللي عايزين يتعلموا برنامج الانديزاين. وختاما، اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.